مرحبا الناس الكل في قناتنا اخبار من النت. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد الاخبار التونسيه. نحكي اليوم على عربيه حمادي اللي تقول مريم الدباغ ماده مسرتنا ووسائل الاعلام لازم تتغربل باش نفهموا شنية الموضوع اللي صار كامل. أكدت الإعلامية عربية حمادي أنه قرار الهيكا بخصوص قناة التاسعة غير منصف لأنها تستحق أكثر من خطية مالية، لأنه القناة لم تلتزم بالقرار ولم تمد الهيكا بفيديو الحلقة. وقالت حمادي خلال مداخلتها في برنامج إذاعي أنها تقدمت بشكاية كصاحبة مضرة لأنه الدباغ جبدتني مرتين بالاسم كمواطنة. وقالت في البرنامج الاول كانت مباشرة الى عربية حمادي، وقالت الدباغ قالت في برنامج عبد اللي شو تايم وطلبت من زوج عربية حمادي انه يطلقها. والحاجة الثانية اللي تقول عليها عربية انه مست الشعب التونسي بنسبة 90% اللي هي قالت تنتمي ليه. واضافت حمادي انا ما تقلقنيش الدباغ وما نجاوبهاش خاطر ما عندهاش صفة، والعيب مش فيها، العيب في اللي يعطيها قيمة في الإعلام ويضحك معها، مشيرة إلى أنه مريم الدباغ ضمن المواد الإعلامية المسرطنة دون شك. كل متخرج في مساحة إعلامية ما تقدم حتى شيء وفي حتى مجال. وبينت عربية حمادي أنه وسائل الإعلام السبب في هذا الشيء لازم تتغربل خاطر سبب الاداء والرذالة لازم تنضاف. ودعت الضيفة النيابة العمومية للاستعجال في النظر في الشكاية اللي تقدمت بها ضد مريم الدباغ التي ستتم متابعتها جزائيا حسب قولها. الموضوع الكل بعد هذا قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتسليط خطية مالية في 10 ملايين على قناة الخاصة التاسعة من أجل انتهاك كرامة الإنسان والحياة الخاصة للأفراد وتكريس للتفرقة والتمييز الجهوي بين التونسيين وسحب الأجزاء المتضمنة للخروقات من حلقة برنامج عبد اللي شو تايم اللي تم بثها بتاريخ 19 نوفمبر 2020 من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، والالتزام بعدم إعادة بثها. أكيد فهمتوا الحكاية الناس الكل، إنه مريم الدباغ طلعت عند لطفي العبدلي في برنامج وعبدلي شو تايم وقالت الرجل عربية قتلوا مرتك أنا كان جيتي بلاستيك نطلقها. طلبت رجل عربية إنه يطلق مرته.